عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض البانيه، وهقول لكم ازاي نخلي الكفر بتاعنا يبقى متماسك جدا ويبقى ثابت، ما يتقشرش من البانيه نفسه. يلا بقى قبل ما نبدأ اعملوا اشتراك للقناة واعملوا لايك للفيديو. شايفين التماسك فظيع. عندنا بقى هنا اول حاجة هنعمل التتبيلة بتاعة البانيه. عندنا هنا بيضة، الكمية دي لنص كيلو بانيه. تمام. هنحط على البيضة واحدة، حطينا ملح وحطينا فلفل وحطينا بابريكا وحطينا توم باودر وحطينا بصل باودر. نزلنا بنص كوباية دقيق صغيرة، هننزل بيها واحدة واحدة وهنقلبها لان انا عايزة سمك الخليط معايا يبقى تقيل شوية. وهنا عندنا نص علبة زبادي، يعني معلقتين زبادي كبار. هنقلب بقى الخليط اللي عندنا ده كويس جدا مع بعض. هنا بقى انا عندي البانيه غسلاه بميه وملح ودقيق. بعد بقى ما نسيبه يتصفى كويس جدا، هنشفه كده بمناديل المطبخ، لان انا عايزه البانيه يكون مفهوش اي سوائل، يمسك كويس في الخليط اللي احنا عاملينه، ويبقى الكفر بتاعنا ما يسيبش البانيه نفسه. تمام. هنقلب بقى كويس جدا البانيه، هنغطيها من جميع الجوانب بالخليط اللي احنا عملناه. تمام. وهنسيبه يعني مش اقل من ساعتين يفضل يعني كده. هنعمل بقى هنا الطحينة، عندنا طحينة بيضة معلقتين كبار، حطينا عليها معلقة خل كبيرة، وهزود مية لحد ما اشوف السمك اللي انا عايزاه. تقريبا حطيت ربع كوباية مية. عندنا عصير نص ليمونة، وعندنا شطة وعندنا كمون معالق صغيرة برضو. تمام. وهنحط معلقة برضو صغيرة ملح، واخر حاجة بنحطها رشة الزيت. تمام. بس هنا حاطين عليها بقدونس كده وكانت تحفة جدا. هنعمل بقى جنب البانيه هنعمل طبعا مكرونة. ممكن نعمله طبعا اي حاجة تانية، بس المرة دي انا عملت مكرونة. سلقنا المكرونة عادي في مية وملح. وهنا بقى هنعمل التسبيكة بتاعة المكرونة. عصير طماطم، يعني بضرب مثلا 3 طماطمات او كده على حسب كمية المكرونة اللي انت هتعمليها. وهنا بقى كان زيت سخن نزلنا بيه بعصير الطماطم. هحط بقى رشة السكر، ده مش ملح، دي رشة السكر، انا الملح بحطه برضو في الاخر. ورشة الفلفل الاسود. هسيبهم بقى يتسبكوا كده على نار هادية. هنا بقى خلاص كان الزيت خلاص بقى على وش الصلصة كده، خلاص اتسبكت. المكرونة انا لما بطلعها اصفيها انا مش بغسلها، يعني ممكن رشة مية بسيطة جدا. تمام عشان تمسك في الصوص كويس. ودي رشة الملح. وكمان بزود معلقة صلصة صغيرة كده عشان احسن اللون. بس طبعا الطماطم كانت حلوة جدا يعني زي ما شفتوا لونها. هنا خلاص كانت البخارت خلاص وكانت تمام. شايفين المكرونة كانت تحفة. هنا بقى هنحط الكفر الاخير بتاع البانيه بعد ما سيبناها ساعتين. عندنا بقسماط ناعم، وعندنا فيجيتار سبايسي انا زودته كده عادي يعني من عندي. مش هحط طبعا اي توابل ولا اي حاجة لان احنا متبلين كل حاجة كويس جدا. هنطلع بقى كل قوتنا في البانيه واحنا بنحط الكفر بتاعه. هضغط عليه كويس جدا يعني بأقصى قوة ما عندك بقى. بس وهنفض بقى منها في الاخر البقسماط كده عشان ما يبقاش فيه اي زوايد ويبقى طالع معانا كله يبقى نفس اللون يعني. هنا بقى الزوايد اللي طلعت معانا في البقسماط واحنا بنحط البانيه، هصفيها كده بمصفى في مكان في صينية تانية، عشان انا مش عايزة الزوايد دي تتحط في الجزء اللي بعد كده، البانيه اللي لسه فاضل انا ما حطيتش فيه البقسماط. تمام. الخطوة دي بتبقى مهمة يعني. هنا بقى خلاص كانت احنا خلصنا، دي اخر واحدة كانت معانا. ده الكمية كلها اللي احنا عملناها. انا يا دوبك حطيتهم على طول، يعني ما دخلتوش التلاجة ولا حاجة، هو يا دوبك الزيت زيت غزير سخن، على نار متوسطة. تمام. شايفين الجمال الطبقة متماسكة جدا. هقطعه كمان معاكم في الاخر. هنطلعه على مصفى كده، بلاش مناديل عشان ما يبقاش طري معانا بقى، واحنا عايزينه كده يعني زي ما هو طالع، يا دوبك بس الزيت هيتصفى منه. تمام. يلا بينا بقى هنقطع بقى مع بعض كده. شايفين الكفر بتاعه لازق كويس جدا في البانيه، وما قطعش ولا ساب البانيه ولا اتنفخ مننا والحاجات الغريبة اللي بنشوفها دي.
تمام، كان طعمه حلو جدا. دي بقى بقت الكمية اللي عندنا، بجد جربوها، كانت تحفة وحلوة جدا. ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب ولايك. يلا باي باي.